في يقول لك لارنجي. ايوه ايوه العقيق لون كذا لون. تمام. في فاتح وفي غامق. امم هو لون البني. تمام. ده في كذا لون. ده في انا سمعت من تجار مجوهرات اه 1000 لون في ايوه العقيق. في العقيق يبقى في الوان الوان كتير. الحجر اللي هو الكريم اللي اسمه العقيق، العقيق. في منه بس احنا الوان بنتكلم كتير. على العقيق اللي هو البني. العقيق البني. البني والمحمر. ايوه احنا لما درسنا الحته دي يا استاذنا لقينا ان ده بيتسمى العقيق الداوودي. عشان اللي هو محمر. بتاع العين ده، عشان بتاع محمر. الضريبه دي. ايوه عشان محمر. ايوه تمام. وجفنه يكون رقيق. امم وجفنه مش احمر. ايوه جفنه ولا ابيض. جفنه خمري. لون تمام. ايد الانسان. ايوه ده يتميز عن الجفن. جفنه رقيق وجفنه خمري. والضريبه زي ما اتكلمنا عليها دلوقتي قلنا النني اسود. والضريبه حوالين منها عقيق فاتح سنه. وبعدين بقيتها عقيق اغمق محمر. والريحاني في ميزه على الاصفر. الريحاني عينيه مش فتقه، عينيه واسعه. عينيه واسعه. عينيه واسعه. ايوه اقول تاني؟ لا بيقول لك العين واسعه تعيب. ولا دي مش تعيب، ودي ميزه فيه. عكس جمال. العين بتبقى ضيقه. نقول لهم لا العين واسعه والشدق قريب جدا من العين. وهوريكم على الصور الشدق قريب جدا قريب من العظم. للحمام اللي هو كان موجود الصور موجوده دلوقتي. تمام ماشي تمام يا استاذ. احنا هنتكلم على العظم. العظم لابد العظم المنقار. المناخير بتكون مفرطحه. لما تبص المنظر الجانبي مفرطحه من جوه وعريضه. تمام. اما المنقار بيبقى فيه شبه دائري. شبه دائري ولونه فوق وتحت شاكح. تمام. وقلنا على الشرم احنا اتكلمنا عليها. وعظمه كله مكبوس في دماغه. ايوه مكبوس في قبلته. ايوه والدماغ نفسها واقفه زي زاويه قايمه على العظم. واقفه زي قايمه. وانا هوريك على الصوره. ايوه على الطبيعه. على الطبيعه. تمام. وحام مش مقصوع. ايوه هو عظمه كده. أيوة. انما المكنر بيبقى في قلب الصفر. المكنر في قلب الصفر. تمام جميل جدا. طيب حضرتك هتضيف حاجه ثانيه بالنسبه للريحاني؟ بالنسبه بنشوف الابشات بتبقى سوداء وفيها الوان الطيف لابد. تمام. السمكه بتعديله اللي هم بيسموها المجرفه. بتعديله بتبقى اسود لون في جسم الحمام. اسود جزء في الجسم كله. السمكه بتعديله. تمام. تبقى الاصل ريحاني. وبعدين الجريده بتاعت الريحاني بتاعت العظم بتاعت الريش او الجريده اللي هي في الديل. الجريده بتبقى سوداء. الجريده سوداء باينه واضحه. تمام. لما تقلب الريحاني هتشوف لون بطنه برضو فيها الوان الطيف والسواد غريب. ايوه السواد غريب. فكرتني حضرتك بحاجه اسال حضرتك فيها برضه. هو كان ساعات الحمام مع بيبقى فيه بودره فبتغير الريحاني شويه، كنتوا بتعملوا فيها ايه؟ مع التقليب بتروح البودره ديت. مع التقليب بتروح البودره. ايوه تمام. طيب هي بتيجي في الحمام الطاير كمان، خد بالك. بتيجي في الحمام الطاير. ايوه تمام. انما الحمام المحبوس هتلاقي جدته زي ما يكون عليها زيت. اللمعان فيها اكتر وضوحا يعني. ماشي. ايوه. طيب في حاجه برضه بمناسبه برضه احنا بنتكلم في التلمذه. احنا حضرتك اتكلمنا مثلا عن الاساتذه اللي اثروا فيك، استاذ توفيق النوتي والاستاذ محمد كسله. حضرتك برضه اكيد ليك تلامذه في الغيه. تمام؟ مين اللي حضرتك حسيت ان هو استفاد منك خاصه في حته اكتر الانواع محبه ليك اللي هو الريحاني؟ شريف الليبي. شريف الليبي. موجود غاوي لسه؟ موجود غاوي وموجود. بعت له تحيه كبيره. شريف الليبي. واحمد الكردي. احمد الكردي. ايوه تمام. اتعلم مني فتره بسيطه جدا، بس اتعلم مني حاجات كده في الريحاني. طيب هو يعني ليه اتعلم في فتره بسيطه؟ دي بتحللها ازاي؟ مدى استيعابه عالي. وحبه الحمام. ومدى استيعابه. هو لما يعني بيعشق الحمام بجنون. 24 ساعه قاعد حمام. عايزين طب تكلمنا بقى انت شويه عن تلمستك على عمنا الغالي الاستاذ احمد الدهان. طبعا الاستاذ احمد الدهان يعني قبل اي حاجه هو استاذي في التربيه والتعليم، كان مدرسي واستاذي في الغيه.
وبصراحة يعني علمني كل حاجة، ما تأخرش عليا في حاجة، وقريبي وحبيبي. ايوه، في صله قرابه كمان اه الاستاذ قال لنا. ايوه. يعني الأستاذ أحمد دهان في البداية خالص شرح لي كل مواصفات الريحاني نظري بالتفصيل. بالتفصيل. ايوه. بعد كده خطوة خطوة لأني مستجيب عملي على حمام. فيفرجك حمام اه ويقول لك نفس المواصفات النظريه بس عملي. بالظبط. بعد تمام. كده بدأ يديني حمام ما بخلش عليا. مم. بعد كده أنا بدأت أجتهد وأفرخ الحمام ده وأشوف المواصفات والشرح اللي هو شرحه لي بيظهر في الإنتاج، وفعلا ظهر. قلت فعلا هي دي المواصفات الصح إنها ظهرت في الحمام. اكتشفت طبعا حاجات جديدة في الفرخ ما كانش قايل لي عليها. كل ميزة جديدة بكتشفها في الريحاني أقوم جاي قاعد معاه وارجع له تاني، ده فيه كذا، والحمام بيور والحمام مقصر، دي اصلا في اصل الريحاني. يقوم ضاحك ويقوم قايل لي طب ما قلتليش ليه يا استاذ؟ قال لي انا بقى عايزك تجتهد وتعتمد على كمان نفسك. تتعلم من الحمام نفسه. بالظبط. وبدا يشجعني ويدعمني ويقول لي هتوصل، واوري له مثلا الانتاج يقول لي لا تمام استمر. بصراحه يعني بعد ربنا الفضل الاستاذ احمد الدهان، كل الفضل ليه. انا من نعم عمل برنامج في التلفزيون. احمد كان ظهر مره في التلفزيون. وذكرني فيه. ذكر حضرتك طبعا استاذ، ولازم نفتخر بيك طبعا، كلنا بنفتخر بيك. ربنا يخليك بجد حقيقي. احكي لنا اي ذكريات كده تكون عشتها مع عم احمد. من زمان. انا متربي معاه. تمام. ربيني وبيحبني ومتأخرش عليا في اي معلومه او اي حمام بساله في اي حاجه. متأخرش عليا ابدا. بقيت اعشق الريحان عشق بجنون بسبب عم احمد. بسببه. طيب حاجه بقى، هو برضه كان بيحكي لك الحاجات اللي بتحصل زمان معاه في الغيه والنوادر والكلام ده كله، فافتكر لنا كده اي حاجه من الحاجات اللي هو حكاها لنا وهو يكملها ويقولها لنا، او انت تساله فيها يعني. يعني كان بيحكي لنا عن المعارض، معارض الحمام والمنافسات الشريفه بين الغواه، والتحكيم كان برضو محكم في معارض الحمام. طب تساله تقول له ايه عن موضوع التحكيم ده، هو يحكي لنا يعني يكمل. تمام. هو ممكن يوضح لنا يعني المعارض كانت نظامها ايه ونظام تمام. التحكيم ازاي. ايوه، يعني حضرتك تكلمنا عن حضرتك حكمت قبل كده. تمام. ايوه. انا عارف طبعا. 96. انا عشان حضرتك حكمت في معرض 96. حكمت في كل الحمام، في جميع انواع الحمام، في كل الانواع اللي نازله في المعرض، لان الحكام اللي كانوا معايا بيفهموا في كل انواع الحمام. تمام. الحكام معايا كانوا كلهم بيفهموا في انواع الحمام. ايوه. كانت لجنه التحكيم كم حكم ساعتها؟ كنا 6. كنتوا 6. حضرتك وريتنا الكلام المكتوب، ونبقى ننزله برضه باسمائهم. ماشي موجود. تمام. كلمنا عن كواليس التحكيم دي، حاجات كده حصلت، نوادر كده يعني. النوادر كانوا عايزين يكسبوا ريحاني على الريحاني بتاعي. بس حضرتك في ريحاني انت ما كنتش بتحكم عشان انت منزل. ايوه. تمام. وبعدين الغوايه حكموا كلهم بقى على كده. بعدين لما حكمنا انا سبت المكان ده ومشيت لظروف معينه. حكموا ان نطلع لنا فعل الاول. ايوه. يعني رجعوا في التحكيم لانه كان في ظلم شويه. وحضرتك خدت الاول. كانوا عايزين يطلعوني تاني. وبعدين خلوني اول مقرر. ايوه. عشان الراجل اللي كان مسؤول مني كان جلال السوداني او رضا السوداني. أيوة. اسمه جلال. رحمه الله عليه. ايوه. كان كبير في السن وكان تعبان. بس الريحان اللي كان منزله كان اسود. ما فيش ريحان اسود. ايوه. تطلع نتايه سوداء الرحمه. لكن دكر لابد يكون لونه. ايوه. تمام. النتايه برضه ما تجيش سوداء. لازم يعني حاجه نوعها اخف من الكبار. تمام. بس ومشيت انا على كده وحكموا ان انا فعلا اطلع اول. ايوه. حضرتك كنت حكيت لنا قبل التصوير عن حاجه نادره حلوه قوي، اللي هو الصافي اللي حضرتك شفته قبل المعرض وقلت الفرد ده هيطلع اول. احكي لنا عن الموضوع ده. بتاع عادل بدر. بتاع عادل بدر. كبيره لأستاذ عادل بدر طبعا.
صافي برقبه خضراء، وفعلا طلع اول. مم. وصافي قلت هيطلع تاني او ثالث، طلع تاني. كان نقش. ايوه وح- عند و- برضه استاذ عادل بدر. عند والحاج فاروق شقير نقيت له، بس هم قالوا عليه سبير بيه، بس هو مش سبير بيه، هو صافي تفاحي، ايوه. بس هم ما يعرفوش كلمه تفاحي. مم. يعني في ناس ما تعرفش كلمه تفاحي. ايوه. هو له عينين له تفاح فعلا رقبته. ورقبته. مم. قلت له هيطلع اول، وفعلا طلع اول. تمام. طلع كان أول. بتاع الاستاذ فاروق شقير. الحاج فاروق شقير. ايوه كابتن ربنا فاروق شقير. يديله ربنا يديله الصحه. تمام. ده حضرتك انت شفته قبل المعرض وقلت له كده؟ قبل المعرض قلت له هيطلع اول، ونفس الكلام عند من غير ما اعرف ان انا هحكم. ايوه ما كنتش تعرف ان انت هتحكم بالنسبه للحاج فاروق، وبالنسبه للاستاذ لعادل بدر وتوتو اخوه. ايوه تمام. كمان في المعرض في اصفر كانوا هيطلعوه اول، فانا شاورت على الاصفر بتاع الحاج فاروق، طلع اول. كان اصفر ورقه. تمام. فعلا طلع اول. كلام حضرتك. نعم خدوا بكلامي. لما راجعوا هم كانوا شايفين لانه كان مش موجود مع الصف، كان موجود في ناحيه ثانيه مع البنسجيات. ايوه ما شافوهش مع الصف. وهو كان احسن. وبعدين قلت لهم بصوا على الناحيه الثانيه، بصوا كان فريق عادل، بص قال فعلا ده اللي يطلع اول. طلع اول. ايوه دي ذكريات جميله قوي وحاجات. واللي طلع ثاني ناصر سلمان. طلع ثاني رحمه الله، وبقى زعلان ويعيط يا عيني في المعرض. هو كان سنه صغير ساعتها. كان سنه صغير. ايوه يعني كان في الثلاثينات كده، كان حاجه و30 سنه. حاجه و30 سنه. بس هو كان انسان طيب وانسان كويس. انسان كويس وبيحب الحمام برضه. رحمه الله عليه. تفتكر حاجه تاني في المعرض ممكن تحكي لنا؟ لا هي بس حاجه اللي كانت غريبه. ايوه. الغريبه كمان انا كسبت عند مسود، كنت نزيل باسم قريبي الحاج سمير الدهان، وطلع اول على 41 مسود. ايوه كان في المعرض 41 مسود دكوره. تمام. ده المسود بتاعي وشه طويل، طلع الاول. طلع اول عليهم. طلع الاول عليهم على 41 مسود. ايوه وكان بتاعي. كان في ناس متخصصين ومنزلين. متخصصين كانوا بتوع الجيزه منزلين كتير. ايوه ما طلعوش بتوع الجيزه. جميل قوي. حلاوه الاستاذ احمد دهان انه مش متخصص في باب او لون معين، لا في جميع انواع الحمام الغذائي. أيوة. انا من وانا صغير، من وانا في 5 ابتدائي بالظبط بدات اغوى الحمام على ايده. شفت البلق الخضر، السكروتات، المساويد، الصوافات، كل ده الحمام ده شفته بعيني وقلبته بايدي. وانواع كتير من بدايتي، من وانا في 5 ابتدائي وانا قلبت حمام ده وشفته، وكان بيطير. وحمام مستوى مش حمام نش. ايوه حمام مستوى قوي. وكان الحمام ده كله بيطير في الاولى ما شاء الله. يعني هو عشقني في الحمام، بتعشق الحمام. ايوه كنا بنتكلم برضه في الحته ان يعني اخواتنا احنا براحتهم نزلوا اللي انتوا عايزينه، بينزلوا فيديوهات وصور، فيديوهات لزغلول لسه فاكك بالحصوايه، يا دوبك نشف كده من بنشوف وفي المقنيات، احنا بنتكلم في المقنيات. تمام. ويقول لك بص الزغلول ده هيبقى قنبله. ما يبانش الا مشبك. ايوه الحمام ما يبانش الا مشبك. تمام. يبان شكله. تمام. كل حاجه في الطول واللون والعين كل حاجه في شكل فرد الحمام. ايوه ما تبانش الا في فرد حمام شباب. تمام. ما تبانش الفرد حمام وهو في ايدك. ايوه يعني معنى كده انا ما اصورش زغلول لسه فاكك من الحصوايه اقول ده هيبقى جامد ايه يعني الكلام ده؟ هو فاكك من الحصوايه. يعني كلام مبالغ فيه قوي قوي. ويقول لك بصوا الزغلول ده هيبقى صعب، ربنا يكمله على خير وحاجات زي كده. ما بيكملش. هو بالمناسبه دي انا اعرف ناس كتير، احنا مش بننتقد حد، بس احنا بنقول للناس الصح. عارف حضرتك بيصور زغلول قد كده اهو، بيبقى طالع وشه جامد قوي مثلا في البول، في الصوافه. هو الحمام بس وش، الحمام حاجات ثانيه تكمله. ايوه الله ينور على الحمام مش وش. ده اللي عايز اسمعه من حضرتك. الحمام اتياب ووش وعينين وضريبه وكل حاجه فيه. ايوه يعني ممكن الزغلول ده نفسه ربنا اكرمه وكمل بس وكبر، يظهر فيه عيوب ما تخليه مش جامد. مش جامد. مش الموضوع عظمه بس، يظهر خنق. كان دماغه مواره. هي بس حكايه وش بس، يعني عظمي بس. دي نقطه. ونقطه تاني، هو بيبقى ساعات في حمام طالع صعب قوي من وهو صغير
وما بيعيش، فهم بيلحقوا يصوروه في السن ده يفرجوا للناس يعني احنا اهو بنفخ حمام جامد، بس الحمام ده مش بيعيش بعد كده، يعني الحمام ده ما بيكملش احيانا، في بعض الحمام ده فعلا ما بيكملش، وانا اعرف ناس كتير مثلا عندها كده. كتير اه فاحنا برضه بننتقد الحته دي وبنقول ان الحمام ما يظهرش في السن ده. تمام. تمام صح. امم ما يبانش الا لما يكبر، تمام. يبان شكله. تمام. كان حلاوته وجماله كل ما يبات. ثالث ولو ثالث سنه مظبوط. ثالث سنه الحمام يقف بقى على يظهر جماله، بقى يظهر جماله. جماله ويقف على كده. يقف على كده اه ويبقى يكبر قوي بقى الكرف ينزل. لا، والطول ما يزيدش عن كده، بعد 3 سنين الحمام ما يطولش هو ما الا اذا كان في سنه من السنين قلش وكان عنده عيان ضعيف. بس ايوه ايوه. انما لو ماشي طبيعي ثالث سنه ما يكملش بقى، بعد كده يزيد طول لا، وما يزيدش جمال تاني خلاص. ايوه. هو ثالث سنه جماله كله يبقى فيه. طب بالمناسبه حضرتك حضرت محاسنات زمان؟ حضرت محاسنه كان مختار عاكف ومكرم يوسف. ايوه. في خضر وسكوتات. الله يرحم طبعا الباشمهندس مختار عاكف ويدي العمر الاستاذ مكرم يوسف. مكرم يوسف. تمام. مكرم يوسف من عندنا من شبرا. ايوه اصلا يعني هو دلوقتي في الهرم، قاعد في الهرم. بس غاوي محترم، خد بالك. وبيفهم قوي كمان قوي. طبعا بيفهم، ربنا يديله العمر والصحه. واللي بيحب الحمام كمان قوي الشيخ يا محمد علي. طبعا بنبعت له تحيه كبيره. ومن ضمن الناس اللي هم الحمام برضه احيوا الغيه، خد بالك احيوا الغيه. سلسله الفيديوهات دي واللي احيا الغيه برضه الله يرحمه فتحي البقري. طبعا يعني عمل حكايه المعارض ديت عملت انتعاش الغيه. هو حضرتك كنت حاضر طبعا مع الشيخ محمد علي تصويره للفيديوهات دي، يعني فعلا دي كنوز. صور مع ناس كتير قوي، يعني انا شفت حضرتك وتعرفت عليك من خلال الفيديو. انا اعرفك اسما من عم ادوار من سنين، من اكتر من 30 سنه، لكن ما كنتش شفت حضرتك غير في الفيديوهات دي. ايوه. وناس تانية انا ما قابلتهاش، يعني برضو الاستاذ فؤاد حمدي، رغم ان انا عصرته ده كان محترف، بس انا ما كنتش شفته. لا برضه في الفيديوهات. مات من كام سنه قريب يعني. بس انا ما كنتش وكان يعني. لما غيري كمان كان لماح. يعني يبص على فرد الحمام من اول لحظه يفرسه. ايوه. يفرزوا فرز صحيح. بالمناسبه دي يا استاذنا، يعني حضرتك غيتك يعتبر كمنطقه الجماليه. ايوه صح كده؟ الاستاذ فؤاد حمدي كان عابدين. ايوه. هل كان الغواي من عابدين للجماليه في بينهم في فهم الحمام، او في قصدي في تقليب الحمام ومواصفاته، كانوا بيختلفوا على حاجات ولا هنا زي هنا؟ لا هنا زي هنا. هنا زي هنا. القدام ما كانش فيه اختلاف كبير بينهم. بس على فكره مش من الجماليه، لا الجماليه للحسين كان فيها غواي خطار يعني. الناس جامده. منطقه قويه. ما هي منطقه قديمه وعريقه، والغيه منها توفيق النوتي ومنها استاذ محمد كسل، الحاج محمد كسل، وكان في مصطفى النوتي اخوه. برضه كان غاوي. كان كان محترم وكويس قوي كمان يعني. ايوه. حضرتك سبت المنطقه هناك دي سنه قلت لي قبل كده الثمانينات. سنه كام؟ 82 تقريبا حاجه كده. جيت بقى مايو. في كمان اللي بيفهم في الحمام كمان ابراهيم مرعي. الاستاذ ابراهيم مرعي. هو عديلي. عديل حضرتك. ده موجود. موجود. الصحه. بنبعت له تحيه كبيره. وفي كمان ناس عندها حمام كويس، سعيد شلبي عنده حمام كويس. سعيد شلبي بنبعت له برضه تحيه كبيره من الازهر. اتشرفنا برضه، انا اتشرفت بيه قبل كده. راجل ونعم الناس المحترمه. واخوه ناجي كويس، ناس كويسه يعني. بيحبوا الحمام. وذوق وغيه. حاج سعيد شلبي جدا جدا. تمام. ذوق جدا. كمان الله يرحمه ماهر حسين كان ذوقه عالي قوي. حضرتك برضه كان ليكوا لقاءات في الفيديوهات احنا شفناها مع الشيخ محمد. تقريبا كنا مره في عابدين ومره عند سعيد. ايوه. مره في عابدين ومره عند سعيد. عند سعيد شلبي. حابب حضرتك تضيف اي حاجه تاني؟ انا فرحان قوي ان في شباب زيكم عايزين يحيوا الغيه. ربنا يخلي حضرتك، ما انتوا الاصل واللي احنا امتداد ليكم، يعني احنا بنحاول يعني نكون امتداد ليكم، ونتمنى نقدر ان احنا نقدم الرساله دي. ربنا ييسر لكم يا رب. ربنا يخلي حضرتك. احمد، مش عايز تضيف حاجه او تسال الاستاذ سؤال؟ زي مثلا برضه حاجه احنا كنا بنتكلم عليها من شويه قبل التصوير. يعني انت عارف، هو بس هو يعتبر هو الاستاذ
لمح للاجابه على السؤال، بس برضه نساله تاني. يعني انت عارف ان في الروايه اللي من جيل عم احمد، ما تيجي النهارده يتكلموا معاهم في فيديوهات ولا حاجه، يقول لك ايه، الغيه روحت، ما بقاش فيه غيه. بس هو تمام. الكلام ده، طب ما هو فيه يعني تشاؤم شويه. طب يعني احنا نبطل ما نكملش، لا ما تكملوا، نحاولش. لا تكملوا، تمام. تكملوا. وفي ناس تقول لك العواجيز هم اللي بوظوا الحمام. مش عايز اذكر اسماء يعني. ايوه يقول العواجيز هم اللي بوظوا الحمام. لا، ده احنا اصل الحمام. ايوه طبعا. حضرتك من شباب الغيه، مش ربنا عواجيز. يخليك، الله يخليك. احمد، عندك مع ايه حضرتك. اضافه؟ لا انا بس هضيف بالنسبه للحمام القديم اللي شفناه وطلعنا عليه وتعلمناه، طبعا مش هو الموجود دلوقتي. اه هو الحمام دخل في تركيبات كده للوصول لهدف معين. في شكل بقى افضل من شكل زمان في تركيبة الوش، وده المعظم الغوايه مهتمة بيه. بالعظم اكتر يعني. الوش بمنطقة بما فيها العظم الدماغ يعني. بقى كل اه الاهتمام بالمنطقة دي. تمام. فدلوقتي الوش تقل دلوقتي وتحدوه. بس الحمام يا جماعة فقد الميزات الجمالية الأساسية. لكل فرد حمام ميزة، سواء وقفته، سواء أي حاجة، العرض الجمالي بتاعه. في حمام مثلا ممكن ينفخ عن منطقة اللغد هنا، كل الحاجات دي ضاعت. عمرو سألني سؤال على حكاية الحمام دلوقتي أحلى ولا الأول أحلى؟ فأنا قلت له الأول كان أحلى، بس على فكرة في دلوقتي غواي رجعوا الحمام القديم وجابوا حمام أحسن. منه برضه، بس ما هو هقول لك ليه غير. بقى. الأول الغواية مهتمة بالنش، اه دلوقتي الغواية بتفرخ. يعني معظم الفرخ بيركزوا، ايوه. فالتركيز عندكم انتوا عالي. يعني مش فبيجيب الشباب الحمام من جوه. عندكم التركيز عالي. بيجيب يعني اللي ما شاء الله جوه عليكم، الحمام ما شاء الله عليكم، وبيشتغل عليه. واستمروا. ربنا يخلي حضرتك. ماشي. الله يخليك يا استاذ. عايز ارجع لاحمد تاني في الحته دي. تمام. لا، لو احنا اتكلمنا في الوقت الحالي مثلا عن الالوان اللي احنا مشتركين بنحبها، مثلا زي المقنيرات، تمام. ريحاني، اصفر، ازرق، لطيفه. تمام. طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده برضه. الريحاني هو اكتر الحمام اللي بقى اصبح الكويس منه نادر في وقتنا الحالي. طبعا دي حقيقة. تمام. اجمل لون في حمام وزار. اه اجمل لون في حمام وزار ريحاني. وصعب، مش سهل. صعب. ما قلت لك فيه 40 حاجه. ايوه طبعا مش عايز اتكلم بقى حاجات كتيره. ايوه 40 حاجة في فرد حمام. معظم الناس فاكراه ان هو لون اسود وفي النار ابيض بس. لا، ده 40 صفة الاستاذ احمد بيأكد عليهم. تمام تمام. طيب برضه نرجع نكمل الحته دي. انت النهارده، انا نفترض ان احنا ما زال عندنا بقايا حمام من اللي هو بشكله الصحيح، تمام. مش هنقول القديم، وحمام تاني اللي هو دخل عليه تركيبات تانية. تمام. فانت النهارده لما ده يتوجد وده يتوجد، انت كاحمد بتغوى ايه؟ تحب ايه؟ انا غواش غير المواصفات القياسية للحمام ده اللي معظم غواي مصر متفقين عليها، او بشتغل انا عن نفسي، بشتغل بطور وما بعدش عن المواصفات دي. يعني انت حضرتك لو في كتاب قدامك مكتوب مواصفات المقنيرات من اول العظم لحد الضافر، هتلاقيها عندي بفضل الله بنفس المواصفات، بس بتطوير شكل جمالي افضل. ده اللي انا شغال عليه في الوقت الحالي. تمام. يعني تعالى مثلا نتكلم في حته القوره في الحمام ده. تمام. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. يعني انت بتلاحظ ان الحمام ده دلوقتي اغلبيه الحمام الناس بتركز قوي عن ان يقول لك ايه، دماغه مشقوقه، قرطه مشقوقه. عايزك تتكلمني على الحته دي وتوضحها لي، يعني رايك فيها. هم الوزار والسكرتات. انا بكلمه على القوره في المقنيات في الوقت الحالي. ايوه. الناس بتركز قوي، يقول لك يا عم ده دماغه مشقوقه، يعني القوره بتاعته مقسومه اتنين كده. فهم ده شكل موجود دلوقتي. يقول لك ايه، ان دي اساسيه ومهمه. راي حضرتك ايه؟ لا مش اساسيه. مش اساسيه. ما فيش مشكله لو تواجدت خلاص، لكن ما نقعدش نركز عليها قوي. زي حكايه الشرمه، ساعات ما تبقاش دلوقتي انعدمت من الحمام، والاولى دلوقتي راحت من الحمام.
القوره بتاعت الروحنا راحت، القوه قلت قلت الغوايه آه. قالت لي كتير قوي ما نشوفش القوره ديت، ايوه بس انا موجود عندي. عارف حضرتك اللي فيه كان يعني برضه الفكره دي في حمام كده بيظهر مثلا مع وجود الانترنت، يعني حمام الزينه، وكان موجود برضه في مصر من فتره زي الانواع كده، زي حاجه اسمها انجلش لونج فيس تمبرر فرد حمده، هو طبيعته بيبقى عنده القوه دي جامده قوي. ايوه نفس حامي الكلام الزينه. حاجه تانية اسمها الكناري الايراني، برضك نفس الكلام. فهنا الفكره احنا عايزين نوضح الحته دي، ان احنا حمامنا ليه قوه كل حاجه، بس مش بالشكل المبالغ فيه في الانواع دي. مش تمام، بشكل كلامك مظبوط. تمام يا استاذ، تمام. مش لازم احنا نوصل للشكل الصعب ده، لانه هيأثر على الحمام في حاجات تانية. هيبوظ العين، وهيبوظ لون العظم، وهيبوظ الالتياب، وهيبوظ حاجات كتير جدا، وهيبوظ ودم الحمام نفسه، ودم الحمامه. الحمامه دم، مش اي حد يعرفها، خد بالك. ايوه والحاج محمد علي، الشيخ محمد علي الشيخ محمد قال الحمام دوت دم، وصحيح دم الحمام. ايوه الحمام دم، تمام، يعني دم الاخضر غير دم الشموندو، غير دم السكروته، غير دم البنفسجي، كل حاجه لها دم. ايوه كانها عيله، وكل حاجه لها مواصفات معينه. ليها شكلها وليها الحكايه مش كلها لا، اللون بيختلف. البنفسجي ضريبته بتختلف عن الشموندو، ضريبته بتختلف عن الاخضر، ضريبته بتختلف عن السكروته. السكروته راحت منه ضريبته دلوقتي. اللي هي المنجمه البيضه، هي مش بيضه، هي زيتي بس فاتحه قوي. درجات اللي هي الفستقي زي الزيت الفاتحه قوي. ايوه فاتحه جدا. تمام لا، لابد فيها تنجيمه. ايوه. عندك سؤال شكلك او تعليق؟ لا بس انا اتكلم المفروض جميع الغواة احنا مع التطوير طبعا، بس التطوير ده يا جماعه يكون في الصح بتاع الحمام. نطور الحمام من نفسه لنفسه، نغير لقو، نلقي لقو جديد، نشوف النواقص ايه من الحمام نفسه في نفسه. ايوه، لكن يعني عايز تطوير اوصل للشكل المثالي نفسه، بس من الحمام نفسه، من النوع، ما بدخلش عليه انواع تانية. هندخل فصيل تاني. انا من وجهة نظري لو دخلوا النوعين على بعض يفضل يبقى ليه اسم جديد. ما يسماش ما يسماش باقرب شكل ليه اللي ظاهر عليه، ما بقاش هو خلاص. بالظبط، من وجهة نظري طوروا براحتكم وركبوا، وده الكلام ده ماشي في بلاد الخارج. بيدخلوا حمام تركيبات على بعض، بس بيسموا الناتج باسم جديد وبينزلوا مواصفات قياسيه ليه. هي برضه الفكره الاساسيه في الموضوع ده، ان الحمام ده تراث وقديم، احنا عايزين نحافظ عليه بشكله اللي بقاله مئات السنين. بالظبط. وانت لو عاوز، احنا اتكلمنا الكلام ده قبل كده، زي الاوروبيين ما بيعملوا، يعني بيعمل حمام اللي هو شكل الستاندر القديم بالظبط او الصحيح، وبيعمل حمام تاني بيسموه اوفر ستاندر. تمام، مفيش مشكله، اغوى اللي انت عايزه، بس نفضل محافظين على الشكل الصحيح والقديم. مظبوط، الله ينور عليك. تمام. المسود هو مش طويل. المسود والسكروته له لون واحد، لون السكروته الفاتح. ايوه، في بيجي منه اغمق شويه يمشي، بس هو الاجمل لون السكروته، لون الحرير السكروته الياباني الفاتح. ممكن اناقش حضرتك في والاخضر حبايك الرصاصي. تمام. والشبندق لون الشبندقه. البندق دوت لونين. البندق نفسها ربنا خلقها لها لونين، فيها غامقه وفيها فاتحه. الشبندق يا اما يجي اللون ده او يجي اللون ده. بس انا بحب الفاتح، لان الفاتح خدوه كمان كوبيا، مش سود ولا رصاصي ولا محنيه. تمام. الشبندق خدوده كوبيا، لون الكوبيا. ايوه، دي نقطة حلوة قوي حضرتك ذكرتها، كويس قوي ان انت ذكرتها، لاني انا لسه كنت قاعد مع والبنفسجي لونه بشوطه وابشاته لون البنفسجيه نفسها. زهرة البنفسجي. تمام. لون زهرة البنفسجي. تمام. طيب بالمناسبة دي، هو البنفسجي بيبقى جدته سايحة ولا في شوية؟ لا تجزيعة. جدته ماشية مع بعض كلها. لو نقر يبقى في دخل على ظهر. البنفسجي حتة واحدة، والسكوت حتة واحدة. ايوه، في ناس برضه قالت في النقطة دي تمام اصفرم، قال لك البنفسجي بيجي مجزع، وده المفروض مش صح، وبيجي زي يعني اقرب تشبيه ليه البتنجانيه السوداء. السوداء وتحس ان في اللون البتنجاني. تمام. دلوقتي حكايه الحمل القديم والحمل الجديد
الحمام القديم طبعا احنا بنقواه الاحسن، بس الحمام الجديد يعني هو فيه اشكال، بس بيختلف، الصفات بتختلف خالص، بتختلف يعني خالص. صفه انت بعض الناس يقول لك ده احسن، لكن هو لا مختلف. مختلف، هو مش احسن. مش احسن. طب انا وانت بالنسبه علقت على كلمه جنس للصفر، الدم، ايوه دمه اتغير، دمه شكله اتغير. اتغير. بالنسبه للصفر الورقه بالذات، ايوه انا ملاحظها بقالي فتره من الحمام اللي بشوفه، الحمام اللي بيتعرض مفيش وجن. امم حد لاحظ فيكم النقطه دي؟ الوجن اختفت من ايوه الصفر. ايوه مفيش فرد حمام بيتعرض او اه بشوفه وجن. مم. المفروض اساسيه في الصفر الوجن، راحت مم. فين الوجن؟ دي ورحمة نقطه الغزال برضو. لما دخل عليه حمام، دخلوا عليه السيفيهات، مم. دخل عليه الحمام، راحت اللي هي التصريحه بتاعته، ايوه اللي هنا دي. ايوه تلاقي مسرح. مم. والسكروته برضو كان بيبقى مسرح، ايوه السكروته ولحم الغزار. دي النقطه اللي بنتكلم فيها، اللي هو الميزات الجماليه والاساسيه لفرز الحمام البيور. ايوه مش هوش زرقان، لا دلوقتي بقى في زرقان. مم. كمل. انا كده تمام. احنا سعداء جدا باللقاء ده، ومش عارفين يعني كان عليا وعلى عمرو مش عايزين نخلص، بس عشان احنا طبعا في انا زيارات اتشرف تانية ان شاء طبعا الله، انتوا بيك وباحمد اخواتنا دايما. وحبايبنا. الله يخليك الله يخليك. دي الموسوعه برضو بتاعت الاستاذ احمد دهان، فيها شرح جميع انواع الحمام الغزال في مصر. تمام جميل جدا جدا. باذن الله في وفي حلقات تانية. صوره بقى تانيه للي هم السكرتور الهوت، بس يتاخد. اعضاء لجنه التحكيم سالت عليه السؤال. ايوه تمام. اللواء محمد عادل بشلسين، هو فريق مش لواء. واللواء حمدي شكير، لكن صعقه. الاستاذ فارس الزراعي، والاستاذ نجيب زقزوق، والاستاذ فايز فؤاد ده تاجر، واحمد دهان، احمد سمحه الدهان. دول كانوا اعضاء لجنه التحكيم سنه في 96 معرض 1996. تمام. الحقيقه يعني الواحد مبسوط جدا النهارده بجد، وسعادتنا ما تتوصفش بوجودنا مع عم احمد دهان واحمد الكردي. التحكيم في المعرض الثاني سنه 1996 تم باشراف السيد الوزير عبد المنعم عماره وزير الشباب والرياضه، ونجح المعرض بتفوق لم يسبق له مثيل. وذكرت انت اعضاء. جميل جدا يا استاذنا، اتشرفنا جدا بيك النهارده، وسعداء طبعا جدا، وبنشكر استاذنا الغالي على الوقت اللي هو سمح لنا ان احنا نتواجد فيه معاه، وتعبنا حضرتك. لا تحت امرك. الله يخليك، ويجعلوا دايما البيت عمران بحس ربنا حضرتك يخليك. بحس الولاد. ربنا يخليك. ربنا يخليك شرفتونا الله يخليك يا ونورتونا، الله احمد، يسترهم. متشكرين جدا. واستاذ عمرو اشرف، الله يخليك. وعيد سعيد عليكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين وبخير. يا رب يبارك لكم. ربنا يا رب يجعل كل ايامكم سعداء جدا اعياد باللقاء ده، وسعاده. وبنهديه باسمنا كلنا جميعا لكل غواي مصر، وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. شكرا وان شاء جزيلا يا الله باشوات. في لقاءات تانية طبعا يسعدنا طبعا نلتقي تاني باستاذنا الغالي وبالاستاذ احمد الكردي.